صباح النور والسرور والفل المنثور مرة أخرى من كندا، تحديدا من مدينة مونريال. خارجين اليوم. بسم الله خويا. وزقزقة العصافير، طقس جميل اليوم في مونريال. تفرج خويا، لا محال مسحب هو، أما الطقس على الأقل ما فماش مطر. نسكروا الباب هذا. أوب. يلا بينا نعملوا بكم جولة اليوم في مدينة مونريال هذه. فيديو باش يكون ارتجالي، ما خططتش نهبط يعني لقلب المدينة، نعملوا جولة صغيرة وبعدين فما قمة ممكن نطلعوا لها فيها إطلالة على كل مدينة مونريال ونصوركم ما لذ وطاب من مدينة مونريال. جميلة هذه الشوارع والهندسة المعمارية عجبتني، عندهم نفس الستايل في البناء، ذكرني برشا في البناء اللي شفته في بريطانيا. يلا فما لقطة غريبة عجيبة في مونريال في كندا ككل. أنا قابلتني غير في كندا. شفتوا الفيروج هذا اللي مقابلكم؟ لو مثلا أنت سوق الفيروج اللي هو أحمر، الضوء الأحمر ما يحطولكش في هنا على اليمين، يحطوه غادي مقابلك، يعني رد بالك تمشي تتعدى توصل للفيروج، لازم قبل تعمل ستوب قبل الشارع، ما توصلش غادي خلاص. امبارح سقت في الليل فجتني لقطة غريبة، حتى نوريكم. بيتحل سيء تو تحل الفيروج، نجموا نواصلوا. انتم حاليا في قلب مدينة مونريال في كندا. العلم يرفرف، علم كندا. شفت بالعادة في المدن الاخرى تلقاني الفيروج في المكان هذا، لا يحطوا لكم مقابلك غادي. كل بلاد ورتالها. أنا طبعا عودتكم أي حاجة نشوفها نوثقها لكم بدون لا تزيين ولا مكياج ولا تجميل. هنا في كندا ثم حاجة لاحظتها، هي رائحة القنب الهندي في كل مكان. تو حاليا في الكهرباء هاني نشم فيها، مش مفهمتش كيفاش يا أخي. هي ممكن هنا ليغال يعني يستعملوا عادي، ما عندهمش مشاكل، لكن بصفة غريبة كبيرة تقلق. يعني الواحد سائح هنا، واحد من الناس خاصة ما ديجا ما نتكيفش ما دخلش، تقلق الرائحة ماهيش. فسبحان الله كيفاش. يا خويا مرحبا بكم في وسط المدينة في مونريال. أول ما طابت طارلك هذه الحديقة الجميلة هنا، لاحظت أنهم يركزوا برشا على الخضار. في قلب المدينة تلقى الأشجار والخضار، الله يعطيهم الصحة. مباني شاهقة راكم تشوفوها، العلم الكندي يرفرف. ويلا بينا نكتشف هذه المدينة الجميلة. نستنى صديقي قاعد حط السيارة في الباركينج، لازمنا نخلصوا عليه ومش عارف كيفاش. في كندا في كل بلاصة لازمك تخلص الباركينج، ما عندهمش يعني مأوى. مأوى هذه ما تعرفوهاش، باركينج هو مأوى، ما عندهمش مأوى بلاش، لازمك تخلص دائما، يمصوا دائما. واللي عجبني فيهم عندهم اللوحات الجدارية في كل بلاصة. تفرج كما هذه يعرضوك في كل مكان. هاي سيدي نواصل الطريق. المكان اللي كنا باش نباركوا فيه السيارة ممنوع، بدلنا البلاصة. شوفوا بلاصة أخرى نحطوا السيارة باركينج ونخرج نصوروا. معقدة شوي المدينة، يعني السنتر فيل بتاع مونريال باش تلقى بلاصة تحط فيها الكهرباء معقدينها برشا. أنا دخلنا التونال، أنا خرجنا من نفق وهي ماشي. يا خويا مرحبا بكم في مونريال. راكم تشوفوا فيها المدينة الجميلة هذه، الخضار في كل مكان. أول حاجة حبيت نعملها في مونريال إني ندخل نشوف مكان شعبي شوية، خاطر فديت من الابراج كنت في الصين واليابان، كتبت سوق شعبي ولا مرشي، جابني المكان هذا. خلينا ندخل نشوفوا فيه اشياء شعبية. بسم الله ما شاء الله، الناس هي تاكل الورود من غادي. يلا ثم الحذر. يا اخوي تفرج خويا، هذا اعتقد انه هو السوق الاسبوعي. انا كتبت مرشي فيه كل شيء. وقية غداء تو، اليوم جمعة هي، شادين الصف الناس. لكن المرشي هذا تحس متحضر شوي. ماني قلت لكم يركزوا على الخضار. فرج على الشتلة الموجودة، كل أي نوع من الأشجار تلقاه هنا. ما شاء الله يعجبوني برشا الأشجار. هذا الأوراق يبدأ أبي أخضر بارد وغامق، ما شاء الله. وغادي الورود على أشكالها. نعمل بكم طلة غادي من بعد في المخرج. يعني هذا خضار اما بيو، كل شيء تحسه بالحفنه. البطاطا شوف ما صغر كعبة البطاطا. الطماطم حلوه. شنو الطماطم 3 كعبات ب$6 كندي.
شوف الفطر انواع واشكال ما شاء الله، تفرج. وهذا اول مره شاف الفطر هذا شامبينيون، تفرج الوان واشكال. يا ابو قل الفقوس ب$5 غالي شوي المعيش. هاي نواصلوا. اما النوار في كل تركينا يحبوا النوار. هاي سيدي هو ما هو شعبي سوق، اما انا حصلنا حاجه شعبيه على الاقل. هنا وصلنا الغله والقسم على الله. فخاز دي كيباك زعما هذا كل من كيباك هنا ولا غير الفراز؟ غله بصراحه دنيا سمحه ما شاء الله، كل شيء عندهم. هذا تو هنا دخلنا على الخضاره، البصل مفضغل ما شاء الله كبير، بطاطا كيف على فكره الاسعار مش حاطينها، ما نحب ناخذ. البسباس والله عندهم البسباس، ينبت هنا البسباس. هذا الاسباغ بالعربي والله نسيت حتى شو اسمه. الدنيا سمح ما شاء الله تبارك الله. لكن هذا اعتقد ماهوش بيو هذا كله ما دام مغلف هيك. الرمان زاد موجود. الرمان هذا من وين؟ مش حاطين عليه، هم بخمسة الكيلو، $5 كان الكيلو. أنا عايز حاجة تعجبني هي الغلة بصراحة. عندك المانجا هذه الصغيرة مش عادية، البابايا حتى هي. اوكي شوف خويا، شوف الألوان الجميلة هذه. واي فرمبوز، التوت، ميرتي. هذا التمر هذا معروف هذا. حتى الغربوز عندهم ان شاء الله. اكيد شفتوني دائما كي نمشي البلدان الاسيويه ناخذ في هذه بتاع الدراغون، فاكهه التنين. لكن ثم نوع من فاكهه التنين مش عادي اللي هو هذا الاصفر، جربته مره في كولومبيا والله لا هو عادي. ننصح اي واحد يجي كوريا، اي واحد يجي لامريكا اللاتينيه ياخذ منها. اما هنا تصورها غالي شويه خاطر ماهوش في بلاده، $7 مش عارف دولار. بونجور سا كوت كومبيان لو كيلو يسي؟ $7. نجربوا منها، ناخذ منها كابتين. اوكي on prend 2 pièces s'il vous plaît. C'est une sorte de fruit du dragon ça. Oui, j'aime bien. J'ai déjà goûté ça en Colombie. Super. Ouais. Je crois que ça vient de Colombie justement. Justement. Vous voulez en choisir un? Oui, ok. ناخذ زوز. هذا العشق هذا. اوكي. رمان قابس. توني جت الحسبة $14 كعيبتين هذا. احنا لا باش نذوقوهم لا غير. شوف عندهم حتى الرمان الكيلو $5، ارخص من البلد. ميرسي بوكو، بون جورني، او ريفوار. خلينا نجربوا هذا فاكهة التنين الاصفر جاية من كولومبيا. انا بعد ما خلصت فهمت هي الكعبة $7، مش يعني الزوز $14، مش بالكيلو. ماشي بالي بالكيلو قلت رخيص. هاي مش مشكلة، احنا تفصلوا بناخذوه باش نجربوه. هاي يا خويا فاكهة التنين، لكن لا عندي لا سكين لا شيء. انا نلعب فيها عارف روحي، نعملوا لها قصة عربي. شوف كان قلنا له اعطينا سكين خير هي، لكن مش مشكلة. ايش بيه؟ هاي بنعملوها عروبي. تفرج خوي من داخل كيفاش ما شاء الله تبارك الله. تفرج جربوها على عين المكان. بسم الله. هذه بصراحة مش عادية، خير بألف مرة من فاكهة التنين اللون البنفسجي هيك، بعيد عليه شيء بعيد على بعض. يلا. اما بصراحة عجبوني كيفاش تنجم تاخذ شو اسمه كيما البرسيل هذا، المعدنوس، السلك، الدنيا كل يعطوها لك. هذا تنجم تغرسها في الدار، يحبوا الخضارهم. هذه عطرشية هذه ترى، هنشموها. ريحة عطرشية خارجة منها ريحة جميلة جدا عطرة. وشت لك كل تلقاه هنا. الفراز زاد. لا تنجم تشري تغرس الفراز في الدار، كل شيء ينبت. لكن هنا الطقس يساعد باش هذه الطماطم ظهر. هذا
وهذه طماطم. بسم الله. هذا مرشي متطور شوي. ايش داخل ثم ممكن ايوه خبز هنا خبز عاد باش نصوروكم كوشه في كل العالم نفس الخبز. ايوه هنا ممكن تلقى اللحم بانواعه واشكاله. اوكي اللحم هنا موجود. حلوف لا يفكنا منه. لكن هنا ما هناش اشبح. تفرج الهبره البقري موجود كل شيء. لو حسيت روحي في اجواء شعبيه. عندي 3 ايام في مونريال هذه ندور ابراج وتطور. بدينا من التطور بعد رحله اليابان والصين وكوريا. حاجه اسمها تطور وابراج خرجت منه ثاني. فرج هنا بروشات محضرين بالبهارات. طبعا كندا لاش كل شيء تحسوها قريب من اسيا كل شيء، لان هي فيها 40 مليون نسمه، لكن معظمهم نتصور اكثر من 80% من السكان مهاجرين. طبعا سكانها الاصليين هم الهنود الحمر، تلقاهم هكا قبائل صغير ما عادش برشا منهم، لكن معظم السكان هنا ندور هنا قليل باش تلقى الكنديين الاصليين، فهمت؟ شوي معظمهم هنود، على شمال افريقيا، على باكستان، على اسيويين. شوف الفرماج ما شاء الله عجبنا باشكالها وانواعها. بونجور. اشبح خويا. الدنيا تشهي ما شاء الله. هاك هو المرشي صغير، اما حبيت نعمل فيه دوره على الخفيف. كاينه ونواصل كاينه ديما عرفني تونسي. ونواصلوا الطريق في مدينه مونريال. خرجت من المرشي من السوق الجميل هذا، نلقى السوق هذا الاجمل، الوان واشكال ما شاء الله. الحاج شاري شي نوار. فرج الزهور هذه ما نديرش الرحله محالها. لا ثم بصراحه رائحه عطره تو. افتح هي ورده مش عاديه، فيها ريحه مش عاديه هذه للاسف. أنا نحب الخضار، ما فهمتش علاش. علاش؟ طب مثلا ناخذ مثال بعض الدول العربيه ما نركزوش برشا على الخضار. صحيح المناخ بتاعنا قاسي وكل شيء، لكن البلديات ما يركزوش. في الشوارع ما تلقاش مثلا تشجير وكل شيء، خاصة في المناطق اللي فيها لازمها تتشجر، اللي فيها برشا سخانة. في الجنوب مثلا، في الجنوب ناخذ مثلا في جنوب تونس ناقصين الأشجار في الشوارع، ناقصين بصراحة. يعني لازم إذا كان ما هناش كل 10 متر شجرة تعطيك الظل وتعطيك الأكسجين والرائحة الجميلة هذه، ما عملنا شيء. كان يحطوني رئيس بلدية نشجرها، نغرس في النهار 200 شجرة. هيا بعد ما عملنا جولة في البرشي هذا السوق الجميل، نواصل الطريق، ما نلقوش حاجة أخرى نصوروها. في نفس الوقت نمشي نصلوا الجمعة، لأن اليوم صلاة الجمعة. والله ريحة الماريوانا وين تمشي تلقاها، لأنها متاحة يعني غير ممنوعة. حاليا حان وقت صلاة الجمعة، ماضي ساعة ونص هبطنا بليدة صغيرة على بعيدة شوي على مونريال اسمها لاسال، كيما البونليو. فيها الجامع هذا اللي قدامكم، هذا هو الجامع. اما الصومعة ما قابلتنيش. على كل حال ندخل نصلي في الجامع. يلا بسم الله. بسم الله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله. تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة. الطقس اليوم مشمس، أحسن برشا من الطقس اللي كان في في نياجارا. اليوم الطقس جميل جدا. تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة. اللي يعجبني في الجامع هذا إنه فيه كل الجنسيات. تلف هذيك تلقى عربي، تلقى ليزافريكان الافريقيين، تلقى جماعة جنوب شرق اسيا، الهند، باكستان، كل مخلط ما شاء الله على هذا المكان. والبلاصة هذه حسب ما كان يحكي لي صديقنا معنا التحق بنا، اما مو ما يحبش يخرج في الكاميرا، فقال لي المكان هذا في الاصل كان يعني متسمي على الايطاليين، كانوا كلهم يسكنوا هنا الايطاليين، وبشوي ولا يعني ما كانوا عارفين المد بتاع الهجرة، لي زيميغرون جو كلهم مستوطنوا هنا، ولوا بحكم قريب
تو حاليا معبي بكل ما عادش ايطاليين، كل الجنسيات موجودين هنا. يلا نواصل الطريق. صديقنا فوزي جابنا تو الى مكان اسمه سامي فخوي، يعني غلال سامي. الظاهر ان هذه مغازة كلها فيها كل شيء، يعني معروفة بالغلال. الظاهر فيها عرفني نحب الغله والقسم على الله. سامي هذا طبعا قلت لكم ما حبش يخرج الكاميرا، اما هو وليد هاو فرح بنا باش يعمل بينا دوره طبعا، واصيل البير الاحمر عباسي. ويلا بينا ناخذوا حاجه ناكلوها ونطلعوا الى ممكن قمه مطلة على مونريال، ومن غادي نوريكم مونريال كامل. هيا بسم الله. اوه هذا السنتر نتاع غله والقسم على الله. لقيت البلاصه اللي تعجبني دي. سبحان الله البصل هاو عرم تهرج خويا. هذا شنو هذه بطاطا ولا شنو؟ ولا سوام الظاهر انها رخيصه شوي. بدولار و30. هذا شنو برتقال؟ كل شيء عندهم ما شاء الله. الغلال طبعا كما قلت لكم ناخذ شويه غله وشويه حوت باش سلام ورحمه الله. سلام سافا صحابايا بس عليك. منين من وين؟ من قفصة. احلى ناس قفصة. منور. من وين من قفصة؟ مردية مردية من شرف بيك عايش. ما شاء الله. مقيم هنا عندك مدة؟ لا عندي مدة يعني. بالله حاجة؟ ما عنديش مدة 9 شهور. 9 شهور مش مدة. ما زلت جديد. 9 شهور ما زلت جديد. تحياتي الناس قفصة. عايشك الله منور. هاي يسرك يا غالي. هاي نواصل الطريق. الغلة والغلاء. هو الليفر يعني اقل من كذا، اقل مرتين 69. اوكي 69 اقل مرتين. قديش يجيب الدولار؟ البنان 5 اقل من دولار كيلو البنان. والله رخيص ما شاء الله. العنب ها كيف نفس الشيء. هذه جنة الغلال والله. السيد والله عرفني نحب الغله جابي هنا. التفاحة طبعا الاسعار هنا ما تنجمش تفهمها. يجي بالليفر هي عباره 454 جرام، يعني هذه عباره الرطل نص كيلو ب 69، يعني بحوالي تجي ممكن بالدولار الامريكي $1 الكيلو، تضرب في الاثنين. اوكي الافوكادو ها كل شيء موجود. المانجا ما شاء الله. تحت بصديق بن قرداني هناك ما يحبش يخرج في الصوره طبعا، ما يحبش الشهره. يعطيني الاسعار قداش هذه؟ هذه الساك دي 3%. ايوه واحدة $2. اوكي وثلاثة $5. واضح. كندي ها؟ يعطيني كندي مثال شيء. اوكي مثلا. مريقل. احلى ناس بن قردان. والمانجا هذه كيف؟ اوه مش عادية المانجا. ايه هذه مانجا تلف والاخرى تومية. اوكي تومية. الحانوت هذا مولاها عربي يا اخي، اسمه سامي. هو سامي. اوكي اسمع، ثماش عندكم شكل الغلال نتاع كولومبيا وجواك اكزوتيك، فاكهة التنين. ثم بابايا البابايا شنو فاكهة التنين فماش؟ ثم حتى دقلة قصدت هيك. الدقلة منو جاية هذه؟ دقلة الجزائر. هذه أقل شيء $5 ولا أكثر؟ لا أوه $6. أيوة تو باهي حلو. $6 جاية من الجزائر. اوكي تفاح اشكال وانواع ما شاء الله، يعني يبيعوا بالجمله هنا. يبيع بالجمله بالتفصيل. شوف خويا التفاح، الجولدين، القلاء، الطماطم، الجاس، الاناناس. وين؟ فوجي. وريني راني عشقي غله. هذا فوجي. هذا النوع اسمه فوجي. قداش يجيب $1 الكندي؟ هذا الباوند 1.29. 1.29 يعني الكيلو بزوز ونص $1 كندي. اوكي الباذنجان هذه الايامات ما لقيتهاش. البرجين، الباذنجان كيف سبحان الله كل شيء موجود عندهم. هذا حتى الدلاع يبيع فيه غدا. منين الدلاع هذا؟ امريكا ينبت فيها الدلاع ما شاء الله. الدلاع وبطيخ زاده اللي يخطر على خاطرك تلقاه هنا. اوه حتى كوكونات. هاي محمد هاي يبيعوا لك حتى الكوكونات هنا. كل شيء ما تحيرش. تفرج خويا الدلاع يا بابا. من المكسيك الدلاع طلع. ظهر لي هذا من الفريق واش بارد. مكسيك سبحان الله. ملا شو اسمه؟ سامي فروري. هذا العنب منين جايته هذا؟ هذا من هذا شيلي. برجوي شيلي. هذا جيلي، هذا
حلوه حلوة ما شاء الله. تتكلم عربي انت؟ ما في مشكلة شويه عربي. ما في ما في. هذا من شيلي العنب، هذا من شيلي. هو شيلي اوكي ما شاء الله قول مليح مليح. اوكي انا صورنا العنب وصورنا الغلال يا اخوي. انا نعشق الغله يا اخوي الغله. ايش ما زال اخر ما صورتهاش. هذا تونسي هنا. لا تونسي حلوم عرفنا ما عرف الخدامه معه كلهم توانسه. يقول لهم الفقوس. هذا الخيار الصغير هذا اسمه يعجبني بناخذ منه شويه. خيار العربي هذا بناخذ منه كيلو يذكرني في اياماتي في الخليج في السعوديه. يمشي برشا هذا حتى في مصر. شوف الفقوس مش عادي هذا من اعز ما تاكل. طبعا خلصوه بعتلي طبعا. انت والله عندي ما نصوركش ما نضحكش. فاهم ما شاء الله تبارك الله. هاي نكملوا صديقنا البنقرداني ما يحبش كاميرات. كبش قال لي ما تخرجش منها. تبعوا تعرفوا انتم طيبه جماعه التجارب. قلت له 3 ما اخذت خاطر باش ما يتغشش عليه. قلت له والله ناخذ منه غير 3 كعبات سينو يتغشش عليه يقول لي لا. بعدين نعملوا قهوه بيحاول لنا نقابلوا برا. يلا بينا يلا نمشوا الكاس فوق. وهذا الفقوس. شكرا كيف قلت لكم الخدامه هنا كلهم اجانب. شكرا ميرسي يعطيك الصحه. هاي تونس مش هاي تونس كامله هنا. الخدامه كل توانس. كل الخدامه اللي يخدموا داخل كذا سامي فروي. شنو بقره هذه توانس. بقره هذه حطينا ديكوراسيون. هاي سيدي بعد ما خذينا الغلال وشويه حوت في ماكله باش نمشوا الى منطقه مون رويال مطلة على شو اسمه على مونريال على المدينه كامله ونتغدوا غادي مع الشباب. يلا يلا نصور روح. بسم الله. انا وصلنا تو للشارع اللي فيها البواسون الحوت. هنا يبيعوا في السي فود كلها مقلي. تفرج خويا طيب. والخدامه طبعا كلهم توانسه ما شاء الله عليهم في كل مكان. شوف الكريفات مقليه. الحوت هنا مقلي. السمون كيف ما شاء الله تبارك الله. معطوني هذه قالوا جربها كريفات. بسم الله. من الجزائر. من الجزائر. نشرفوا من وين من الجزائر؟ من مدينة عنابة. عنابة بحر تونس هيك كأنك نص بنينة الجمبري الكريفات. اضرب الكريفات. ناخذ شوي من هذا السمون مش خايف. من غير واحد انا هذا اوكي ناخذ شوي من هذا وشوي مش عارف الكريفات ما نحاولش عليه برشا. السمون بعد السمون. تفرج خويا عم يقولون اخوتنا التوانسه ما شاء الله فرحوا بين. هاي صاحبي تزيري احنا خذينا السمو. انت شو خذيت؟ حوته ب $8 10 غاليه الحوت هنا. الحوت غالي في كندا. صح عليك صحه وبالشفاء. ونشوفوك ان شاء الله في عنابه نتقابلوا ونرجع لكم للجزائر. انا زرتها قبل عنابه لكن بحاول لا باش نرجع مره اخرى نمشي لالجي القسنطينه بنمشي لواد سوف. عندي برشا متابعين من الجزائر برشا لازمني نمشي لهم. لاغواط نمشي البلايص كل. الله يبارك. الخدام هنا فرحوا بينا فرحه مش عادي. يقول لي يرضوك تذوق ويعطيني نقول له هدي فيها انواع واشكال. حار شوي هذا المقلي المشوي ما مش عادي. طبعا الماكله اللي شريناها يحضروا فيها هنا يطيبوا فيها على عين المكان وكل شيء ياخذ تشوف فيه فريش. تختار ما تنجم تختار منه ويشوي لك غادي ولا عندهم ديجا حاضر ما شاء الله. شوف الحوت بانواعه واشكاله. انا ما نفهمش برشا في الحوت من غير ما نسمي لكم الاسامي بتاع الحوت لكن انا الحوت معروف حلال ما فيش مشاكل. شنو هذه هاي سلطعون ولا شنو هذا؟ ما شاء الله حصيله كل شيء موجود. السلام عليكم كيف الحال؟ الاسم الكريم محسن هذا وانا متعدي وقفني قال لي اني شفتك قبل جيت لايران. السيد طلع من ايران. من وين؟ رحت لطهران وايران. ما شاء الله. شوفك انت موج بيستاش. قال لي كليت البيستاش غادي يعطيك ما شاء الله عليك. وين انت من وين من ايران؟ انا من طهران. ما شاء الله. من طهران جيت هنا مقيم في كندا. اوكي والشغل هنا شنو؟ في المكان هذا سمك تفهم عربي كل شيء؟ طبعا ما شاء الله ما شاء الله. أنا أول ما رحت لإيران كان الوضع صعب إني بنتكلم بالعربي ما يفهموش كل الناس يفهموش العربي. ما فهمتوش بس نحن مش
مش احنا متكلم عربي اي فارسي فارس لكن شويه عربي شويه بس ايه شويه بس. شويه بس ايه بركه انت خلطت الله التوانسه ولا يبارك تقول فيك، بركه. شكراً. شكرا حبيبي الله يبارك لك. شكرا كيفاش نقول الشكريه؟ ممنون ممنون السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يخليك شكرا. الايرانيين يا اخي جاوا عليهم ما اكثر حسه هذا كم يوم. الشباب التوانسه اللي يبيعوا في الحوت نصحونا ان ما نمشوش للمور رويال القمه هذه اللي حكيت لكم عليها لان الترافيك حاليا يعني وقت الذروه صعيب باش نوصلوا غادي في الوقت وكل شيء باش نتعطلوا. قالوا لنا فما بلاصه قريبه منها في اللاك جميله جدا لازمكم تزوروها فباش نبدلوا تو نمشوا لللاك نتغدوا غادي وبعد تالي على طول نمشوا للمور رويال ان شاء الله. تفرج خويا على الخضار وعلى الجمال. اللاك بحيره هذه شو اسمها فوز؟ هذه بتاع الاسان، هذه الفلوف بتاع سان لورون. سان لورون الفلوف النهر هو اللي يقطع مدينة مونريال اسمها سان لورون معروف. وهذا البحيرة في قرية مش قرية هي بونليو نتاع مونريال اسمها لاسال. ايوه كنت نحكي انه فوزي قال لي لاسال هذه في الاصل كانوا طلاين شادين هنا في عهد بكري كانوا طلاين وبشوي شوي تغيرت الامور وجو المهاجرين والزيميغري تو تخلطت فيها مساجد فيها عرب فيها الافريكان الافريقيين في الهنود باكستان مخلط. اما متى لي خويا هكا النظر بالبحيره ما شاء الله. تو ماشيين نشوفوا مكان هيك جميل على ضفاف البحيره باش نتغدوا فيها الحوت. ستوب في كندا ما يكتبوش ستوب يكتبوا اري. طبعا احنا في الشارع اللي يتكلموا فرانكوفون يعني يتكلموا فرنسيه بينما في الجنوب شارع تورنتو يختلف الوضع مش ما يكتبوش اري يكتبوا مش عارف ما قابلتنيش اما ممكن ستوب. قابلتك ستوب ها. الحي هذا تحسه راقي شوي حتى المنازل ما شاء الله. شوف المنازل يعجبوني يعني كيفاش طريقه البناء الهندسه المعماريه ما شاء الله مع شويه الخضار الجرد كل واحد حاط جرده قدام داره ولا هي بها كوم يفوق ولا يعطيهم الصحه. بصراحه صديقنا فوزي فرح بنا فرحه جابنا المكان مش عادي بشوي اقنعته قلت له بنصورك من بعيد حتى كان هو حشام ما يحبش الخروج ما يحبش الشهرة ما يحبش شنو خليه تتعدى يفو فيغ اتونسيون اوكي يفو فيغ. هي مسكينة خايفة من البسكليتات عاد هي تمشي البيست هذه يا اخي مش نتاع البيست سيكلابل نتاع البسكليتات على كل. المهم ها القضية امورنا واضحة وخويا اليوم الغداء على ضفاف البحيرة. فرش زعما الدرون يطير اذا كان الدرون يطير عادي باش نطيروا الدرون ونصوروا لكم جمال هذه البحيره. يلا المياه خويا ما شاء الله تبارك الله منظر جميل. وغادي عندك الابراج بتاع تورنتو انا قاعدين نكتشفوا مع الاصدقاء. شوف بالله على السفير هذا ما شاء الله شوف اللون بتاعه شوف ايوه طائر حاجة هذه تتمرش تعمل في مارش. اللي عجبني كيفاش العشب خارج فص الماء قاعد يصور في العصفور صغير عنده اوبجيكتيف ولا ما اوبجيكتيف ما شاء الله عليه. لكن كيفاش عامل الفرني في صباعه ولا عامل فيرني يلا يا موج يا معلم قد ما نمشي قدام قد ما المية التيار قوي هذا خطر منتظر خويا. اما البلاصه هذه جهه تنسى هموم الدنيا. السلام عليكم قاعد يشوف لي قلت له السلام عليكم السلام على الملائكه راه حتى كان ما رجعش لي الشباب والله عيب عليا. قلت لهم نهز معاكم قالوا لي لا برا صور روحك ما عليكش ماهوش رزين. على كل ثم ناس تجي خصيص المكان هذا حسب ما قال لي فوزي يجوا باش يصوروا الطيور هذا كلهم بالعدسات الكبار هذا شفت برشا باش ياخذ في صور لهذه الطيور والحيوانات فيها اعتقد انها كيما شبه محميه فيها برشا حيوانات. وثم ناس هاي تجي هنا اللي عندهاش مشاكل ولا حاجه يبدا ركش هنا وحداني والقلب وحيد وينسى هموم الدنيا. هاي وصلنا لاخر المكان هذا باش نبقوا هنا ناكلوا فيه على الاغلب. وهذه خويا الاطلاله الجميله. انا وعدتكم في الاول باش نهزكم الاطلاله على مدينه مونريال لكن تبدل البرنامج وارتجلنا. ديما الارتجال باهره الارتجال حلو. شوف هاي عند الله نياجارا. خلينا نعمل لكم زوم صغيره باش تشوفوا المدينه غادي
الابراج مش عارف باينه ولا لا. وهنا نشوفك التيار القوي ما شاء الله، سبحان الله قوة ربي. انا جبت اصور عكس الشمس لكن انا نوري فيكم كل التفاصيل. برهان حبيبي عجبتك امبيكابل؟ لا والله ما شاء الله. اذا كان عندك هموم ولا مشاكل تعال هنا دائما تنساه. إيه؟ هذا بالنسبه لي انا اكتشاف. اكتشاف ها. طبعا برهان ما من كيبيك، ما يجي كل مره لمونريال لكن ما يعرفش تفاصيلها. ما شاء الله. يلا تو وقت غداء. اخوك فوزي اهو قاعد ما شاء الله عليه قايم بالواجب، يركح في الجلسه القاعده، وهنا مستمتع بجمال الطبيعه، وانتم زاده نعرف انكم مستمتعين. ما يعنيكمش الشيء هذا اللي بناكلوه اكثر من جمال الطبيعه والصوت. مش عارف تسمعوا في الصوت الخرير بتاع المياه ولا والعصافير. صراحه جمال. ديما اللي تلقاه متغرب ديما عنده حنين لتونس، تلقاه حتى كل شيء يستعمله تونسي. جيت نثبت في الزيت هذا نلقاه تونسي. طبعا مصدرينها تصدير لكن زيت تونسي. هذه ما نحكيش عاد عليها، هذه الهريسه هاي شو اسمها، هي سيكاب تونسيه من غير ما نحكوا عليها. هيك هو. هذا راهي باش نبدو واضحين ماهيش جعره، ماهوش شراب، هذا راهو عصير كيما الغاز سوداء. انا باش يبدا في بالكم حلال محلل. انا اللي لاحظت ان فوزي عنده تجربه وخبره في الشيء هذا، يعني مش اول مره. شوف ما شاء الله حاضر محضر كل شيء. ودي ما في باليش بيك يتقابلنا على اساس بنعملوا دوره نلقى كل شيء حاضر. سبحان الله وما شاء الله. يا دي من المغاره في الكاس. تصور انت كاس تاي، وين كاس تاي هاوي محضر خويا التاي وبالنعناع في الترموس كل شيء. حتى مسلمين ما شاء الله. هذا عجبتهم القعده بتاعتنا. الزيت كل شيء موجود. واخوك برهان تو عامل جو ما شاء الله عليه، منورين. هيا اخويا تو حاليا نرجع بكم الى مدينه مونريال. البرنامج كله دخل بعضه، كنا ماشيين من الاول الى القمه لكن تقابلنا مع صديقنا، فطرنا مع بعضنا، غيرنا الوجهه، والان راجعين الى قلب المدينه مونريال وسط المدينه، ونحاولوا نطلعوا الى القمه نشوفوها من فوق كيفاش. الطقس ما نحكي لكم جميل جميل جدا، ثم شوي شمس لكن عادي. انا عمل لها لينات ما شاء الله عليا وعين الحاسد ما تذيب. شوف صاحبي حتى هو برهان منور باللينات بتاعه. وي ما شاء الله علي حتى انا ما شاء الله علي قال. هاي يا اخوي هاي شوارع مونريال. هاي يا اخوي وصلنا للحديقه هذه الجميله اللي فيها الاطلاله بتاع مونغويال اسمها. فما برشا عباد لكن نص العباد اللي عرضونا مروحين. شوف كلهم مروحين، ممكن لان الوقت غير مناسب ولا الناس تروح تتعشى ولا ما فهمتش. على كل حال احنا المغزى بتاعنا نجوا نصوروا الاطلاله على مدينه مونريال. على اليمين هاي. سباله 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 يا سيدي. هاي يا اخويا في الاستقبال ساعة قبل لا نوريكم الاطلالة. اول حاجة تعرضنا راني نكتشف زيكم، راه ما جيتش قبل هنا وما عندي حتى معلومات على هذا الموقع، نعرف فيه اطلالة جميلة وكهو. ما شاء الله عليهم الاسيويين دائما وين يمشوا يصوروا، يحبوا التصوير. زي تيني شوف جمال هذا المكان خويا. هذه الورود الوان الوان واشكال، اكيد عندها اسم كانت تعرفوه حطوهولي انا ما نعرفهاش. الناس هاي شادين الظل والاخرين هم يصوروا غادي عاملين بون كيف يتفرجوا. تفرج الوردي جميل. بعتلي في العودة نعملوا بعض الصور لكن حاليا خليكم معايا نكتشفوا الشمس بالعكس مانيش واضح. خليكم معايا باش تكتشفوا الإطلالة الجميلة على مدينة مونريال. نوريكم الإطلالة في آخر لحظة، خليكم صابرين شوي. صراحة جميلة ما شاء الله، مزيج ما بين الأبراج و المياه. النهر اسمه نهر سان لورون مقابل هذا. ما شاء الله تبارك الله. تفرج خوي تفرج ما شاء الله، متع النظر. شوف الأبراج واو. ومغادي عندك النهر الجميل هذا مقابلكم اسمه نهر سان لورون، هو اللي يقطع مدينة مونريال كاملة.
ابداع. شوف كمية الناس كلها تجي هنا يصوروا. صالة جميلة. خلينا نعمل لكم زوم. ايش تعمل هنا؟ جيت من غادي. مرحبا. كمل تصويرك وأنا ونحكوا. هاي تفرج اخوي تفرج. ما شاء الله تبارك الله. واو متعوا النظر. هذا هنا عندك جاك كارتر، هذا اللي اكتشف كندا. حاطين لنا الصورة متاعها. كيما تشوف الشعب كله. ها اخوي صور. احمد هذا رب الشاشية. اجواء جميلة جدا. علم تونس وين؟ علم تونس وريهم علم تونس منور. ايه شوف وين نصور في الاطلالة. تلفت ثلاثة. شوف شنو هو قابلني هذا الحيوان الجميل. ايش يعمل غادي؟ كوالا ولا شنو؟ واحد اخر منها. شفته يستنوا في الماكل زعما. ممكن السياح كل مرة يعطون في حاجة. هيا إلى هنا تنتهي هذه الجولة الجميلة في مدينة مونريال والإطلالة من مونرويال. هم مونريال ومونرويال كل قراب. من بكري نركز باش ما ننساهمش. إن شاء الله يكون عجبتكم الفيديو هذه الجميلة. وما تنسوش اشتراك في القناة في اليوتيوب باش يوصل الفيديوهات الأكثر عدد ممكن. ديما بوس جام وبارتاج ولايك. وديما منورين أحلى ناس على الكياس. سلام.